انتوا الاتنين خجولين، خجول او مش خجول مفيش حاجه اسمها الراجل يبقى في الجزء ده خجول، لان ده ممكن يبقى ليه علاقه بثقته بنفسه. ممكن هو يكون ما عندوش الثقه انه يروح لبنت ويعبر لها عن نفسه. والراجل اللي عنده مشاكل في الثقه بالنفس مش اختيار جيد نهائي. هو لو عنده مشاكل في الثقه بالنفس هو محتاج يروح يشتغل على نفسه لغايه لما يبقى confident enough ان هو يعرف ازاي يتكلم ويعبر عن نفسه. الحاجه اللي احنا لازم ناخد بالنا منها ان في حاجه اسمها طاقه ذكوريه وطاقه انثويه. يعني ايه طاقه ذكوريه؟ يعني ان الراجل لازم هو اللي يبتدي، الراجل هو بيبقى بروفايدر، الراجل هو بيليد. حتى وانتوا خارجين انا الراجل، انا هعمل اكتر من بلان واعرض عليك، تحبي نعمل بلان ايه بي ولا سي؟ لو حصل ما بيننا مشكله he needs to sit، لازم يقعد ونبدا نكوميونيكيت ايه المشكله. واحد خجول، تخيل لو حصل بينكم مشكله يعمل ايه؟ هيتقمص يعني ولا ايه اللي هيحصل؟ الطاقة الذكورية والأنثوية يا جماعة للأسف بسبب الوضع الاجتماعي اللي احنا فيه حصل فيها مشاكل، واحنا كبنات الطاقة الذكورية علت عندنا جدا طبعا، لأن ده بسبب ان احنا ما بنحسش بالأمان، ما عندناش حد يساعدنا، نزلنا مجال العمل بنتعرض لمعاكسة، بالرغم ان احنا مش محتاجين نعمل كل ده. انتي كأنثى المفروض تعاملي كبرنسس، بس طبعا بسبب الظروف الاجتماعية احنا مش بنتعامل كبرنسس، احنا بنشمر الكم بتاعنا وبننزل نتخانق. بس on the other side نفس الكلام حصل عند الرجاله، يعني في رجاله كتير الطاقه انثويه عندهم عليت، بقى يتوقع من الست هي تعمل حاجات مش المفروض هي اللي تعملها، المفروض هو اللي يعملها. فدي مش اساسيات علاقه صحيه، سبيشالي بقى انت واحده بتفكري في ان انت تحسي كانثى. الراجل الخجول هو اخر شخص ممكن يحسسك بانوثتك، لان هو لو خجول انه يقول لك انا معجب بيكي هيبقى خجول كمان يعمل ايه؟ ف no I don't think this is a good choice.